ونشوف أحواله ايه في البعد. حط طاقتكوا على الورق وسموا الله بسم الله. الشخص ده بينه وبينك حب كبير، الشخص ده بيحبك حتى لو كان مبتعد. بالظبط، في رحيل هنا في العلاقة بس في هنا حب كمان. طيب نشوفه أكتر كده. في هنا كمان شكل اجتماعي، الشخص ده ممكن يكون هنا مرتبط أو متزوج، يعني ممكن يكون خاطب أو متزوج أو هنا عنده أطفال أو حاجة زي كده. ده شكل اجتماعي هنا موجود وعايز يستقر معاك برضو، نفسه في استقرار معاك ونفسه تكون من نصيبه. الشخص دوت واضحله أو موضحلك جدا إن هو متأيد هنا بظروف، في هنا ظروف عند الشخص دوت منع الارتباط دوت ومنع الحب ده. عايز يعمل بدايات جديدة، بدايات قوية جدا معاك. واضح ان هو عارف ان هو بيحبك، مستني وبيراقبك. طيب نشوف اكتر الشخص دوت احواله ايه في البعد. تمسك بيك الشخص دوت، عاند عليك، تعلق بيك جدا. في حب ما بينكم هنا، يعني هو كمان بيحبك زي ما انت بتحبه، بس هو لسه مش عارف هيعمل ايه في العلاقة دي، لسه مش ناوي على حاجة معينة، لسه بيرتب، ما عندوش خطة هنا. بيبعد كتير لان هو مش عايز مشاكل. الشخص دوت مش عايز مشاكل في العلاقة ديت، لان هو هنا في ارتباط فعلا. الشخص ده ممكن يكون هنا مرتبط بحد، باين قوي. يعني في ناس هنا، في طاقات هنا، في ناس متجوزة ومخلفة فعلا في شكل اجتماعي، وفي ناس هنا مجرد خطوبة او ارتباط، يعني لسه مش ترسيم كامل. ندمان جدا ان هو ما قابلكش قبل كده، لان هو شايف ان هو واقفلك بكاس حب هنا وبيرحل عن العلاقة ديت مضطر. يعني هو مش عاجبه الاسلوب اللي هو بيتصرف بيه، لان هو كده مش مسؤول اساسا ومش ملتزم معاك بحاجة. غمض عليك كتير وده مضايقك جدا. يعني مش بيقولك ايه النوايا بتاعته او ناوي على ايه في خطواته الجاية، او يعني مرتب على ايه، او العلاقة ديت رايحة فين. ممكن يكون وعدك كلام كتير وما عملش بيه. احيانا بيتجاهل العلاقة ديت وبيحاول ينساها. هو مش بيراضيك في العلاقة دي، يعني هو هنا مستقر هنا في زواج فعلا. اللي منهم مستقر هنا في زواج مش مراضيك في حاجة، يعني بخيل جدا في مشاعره وبخيل جدا في خطواته، وما بيعملش خطوات هنا مع ان هو واخد ال10 سيوف هنا. بيحاول يصلح، بيحاول يعمل خطوات. يعني الشخص ده هنا من كتر ما هو بيحبك، هو بيفكر هنا او في النوايا بتاعته ممكن يكون في هنا زواج رسمي، يعني ممكن يكون ناوي يرسم فعلا. بيفكر جدا في موضوع الترسيم لان هو مش قادر يبعد عنك الصراحة. يعني لو هو واخد خطوات او بيحاول يتجنب العلاقة ديت او ينساها، لا خلاص هو وصل لمرحلة ان هو خلاص في الطاقة بتاعته عايز يحل الموضوع دوت بزواج رسمي هنا. هو حاسس ان هو لوحده حتى لو مع حد، يعني هو مش مرتاح اصلا، يعني حاسس ان يعني وانت بعيد عنه وهو بعيد، هو حاسس بوحدة هنا. حتى لو معاه ناس هنا، حتى لو معاه يعني أسرة كاملة، هو برضه مفتقدك انت، لان هو شايف ان هو بيحبك جدا وعارف ان انت كمان بتحبه. ممكن تكون استنيته كتير وياما، يعني عمل خطوات مش جدية ناحية العلاقة دي. يعني واضح ان كان فيه هنا انتظار لمدة كبيرة قوي، عايز يتكلم، عايز يتواصل، عايز يحكي لك قد ايه انت الحب كله. يعني هو حاسس ان هو يعني الزواج اللي هو فيه ممكن يكون حاجة كده، يعني شكل بس، يعني قدام الناس، يعني ده الشكل الاجتماعي، انما الحب الحقيقي معاك انت، لا معاك انت. الشخص دوت بيفكر جديا في الارتباط هنا، يعني وبيحسبها جدا جدا جدا، لانه فعلا خسران قوي بالبعد بتاعك هنا والبخل والطريقة دي. هو مش عايز يبقى متلاعب، رافض خالص ان هو يتلاعب، ورافض ان هو يكسر قلبك اكتر من كده. واضح ان هو خلاص شايف ان انت قد ايه فاكره شخص يعني كان جاي يتسلى او بيضيع وقت او كده، او كان قاصد يكسر قلبك بالاسلوب دوت. هو الحقيقة في الاول كان جاي كده، كان جاي يعني علاقة كده، كان جاي وقت كده يضيع وقت، كان جاي بنرجسية هنا. ممكن كان عايز مثلا جواز في السر او علاقة سرية او حاجة زي كده، لكن ما عادش كده خلاص. الشخص ده هيغير من طريقته لانه ظلمك، حاسس ان هو ظلمك، حاسس ان هو ظلمك بطريقته المش كويسة وخلاص، يعني بعدك عنه. بس هو بعد ما بعدك عنه اكتشف ان هو فعلا بيحبك وان انت قيم جدا وشخص محترم وشخص كويس. هو مش عايز يفرط فيك هنا، في حيرة فعلا لان في طرف تاني هنا، لكن بجد هو مقدرك قوي، مقدرك جدا ومش عايز ينهي العلاقة دي. الشخص دوت عارف ان انت يعني مش مسامحه على اللي هو عمله لما مشي وسابك. هو مش عايز بقى ينهيها، عايز يعيد تاني العلاقة ديت من اول وجديد، لان هو مقدرك دلوقتي جدا هنا. زعلان ومتضايق، نفسيته تعبانة. لكنه دلوقتي عايز يقدم في العلاقة ديت، شايفك احسن حد ممكن هو يقابله. بجد هو مش قادر ان هو يعني يستغنى عن وجودك في حياته، عايز يعمل خطوة حتى لو بسيطة في العلاقة دي. طيب نشوف كده نوايا الشخص دوت ايه. الشايل هم تقيل،
عشان معاه طرف من قبل كده. لأ، معظم الناس اللي بتسمع هنا في طرف قبل كده، يعني الشخص دوّة متزوج هنا وممكن عنده استقرار وعنده بيت هنا. هو هنا رافض المسافات اللي بينك وما بينه، الشخص ده مش عايز مسافات خلاص بينك وما بينه ولا بلوكات ولا بُعد، لإن دوّة تعبه جدًا. يعني هو حاول ينسى كتير العلاقة ديّة لكن ما حصلش هنا. الشخص دوّة حاليًا يعني مادياته تسمح إن هو ممكن يقرّب أو ممكن يعني يعلن جواز أو ممكن ياخد خطوة جديدة ناحيتك. هو مختارك هنا، الشخص دوّة مختارك، يعني أنت يمكن لسه ما قالش حاجة أو ما عملش حاجة، بس يعني هو من جوّاه يعني في النوايا والطاقة بتاعته إن هو مختارك هنا، ده اختيار جديد على اختيار كان معاه من قبل كده. بعد تفكير كتير، يعني تفكير صح، يعني هو خلاص رافض المشاكل. المشاكل هنا ما بقتش المشاكل اللي هو قلقان منها من ناحية الزواج اللي هو فيه أو من ناحية الارتباط اللي هو فيه، لأ، هو هنا مشاكله في الحب. هو هنا خلاص مش قادر يستغنى، الشخص دوّة مش قادر على المسافات اللي بينك وما بينه، خلاص هو مستعد دلوقتي إن هو يدافع عن العلاقة ديّة بالضبط. في طاقته إن هو عايز يرجع وبسرعة جدًا بإذن الله، الشخص دوّة نِفْسه يرجع يصلّح في العلاقة ديّة ويقدّم الخير كلّه. شكرًا لحسن المتابعة وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وكل سنة وأنتم طيبين.